كنز معلوماتي على السريع. تخيل كده يا صديقي ان في ملك بنى اعظم قصر في العالم عشان زوجته اللي ماتت. في القرن ال17 الميلادي في الهند كان في ملك اسمه شاه جهان. كان من اعظم ملوك الامبراطورية المغولية، وكان بيحكم وقتها الهند كلها تقريبا. شاه جهان كان متزوج من ست اسمها ممتاز محل، وكان بيحبها حب شديد جدا، وكانت دايما معاه في كل حروبه وسفرياته. لكن في سنة 1631 أثناء ولادتها لطفلهم ال14 ممتاز محل ماتت. الملك انصدم جدا، وأقسم إن هو يبني ضريح ضخم. وبالفعل الملك بدأ في سنة 1632 بداية مشروع بناء ضخم جدا على ضفة نهر يامونا في مدينة أغرى. جاب أكتر من 20,000 عامل و1000 فيل لنقل الرخام الأبيض. استغرق بناؤه حوالي 22 سنة، وكان بيشتغل فيه مهندسين من الهند وتركيا وإيران وآسيا الوسطى. المهندس الرئيسي اسمه عيسى محمد أفندي، والنتيجة كانت تاج محل اللي هو من عجائب الدنيا السبع حاليا. لكن الملك كان هيبني ضريح تاني، بس ابنه حبسه ومنع المشروع بعد ما استولى على الحكم. بس كده، وما تنساش الاشتراك في القناة. سلام.